10 مساء بتوقيت أسمرة. أعزائي المشاهدين في كل مكان، طاب مساءكم بكل خير، وإلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية. أبدأها لكم بأهم ما تضمنته من أنباء. إريتريا تشارك في المنتدى الاستثنائي للاتحاد الأفريقي. كلية إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية تخرج 523 طالبا. العمل لتعزيز البرنامج الصادر من أجل تأمين الإنتاج الزراعي. قتلى في سقوط قذائف هاون على سوق في أفغانستان. مادورو يجري مناورات عسكرية للدفاع عن بلاده. وإغلاق مواقع سياحية وسط أثينا. كانت تلك عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل يقرأها على حضراتكم نور الدين خليفة. ينعقد مؤتمر الاتحاد الأفريقي الاستثنائي في نيامي بالنيجر من 4 وحتى 8 من يوليو الجاري. وتشارك إريتريا في هذه المنتدى بوفد برئاسة ممثل إريتريا الدائم في الاتحاد الأفريقي والمفوضية الاقتصادية الأفريقية السفير أرأيا دستا. ويشتمل المنتدى الاجتماع 35 لمجلس وزراء الخارجية يومي 4 و5 من يوليو، واجتماع القمة الأفريقية الاستثنائية 12 في 7 من يوليو، وكذلك الاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية في 8 من يوليو. وتوصل الاجتماع الوزاري الذي انعقد يومي 4 و5 من يوليو إلى تفاهم حول الهيكل الجديد المقترح كجزء من الإصلاح العام للاتحاد الأفريقي لتقديمه في مؤتمر القمة الأفريقية الدورية التي تعقد في عام 2020. كما قرر الاجتماع فتح مكتب في غانا للمكتب الإداري المتابع لتنفيذ السوق الحرة للقارة الأفريقية. وقد افتتح مؤتمر قمة الدول الأفريقية الاستثنائي 12 بعد ظهر اليوم. خرجت كلية إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية بعد قيح في 6 من يوليو الجاري 523 طالبا وطالبة. وقد تخرج 251 من الطلاب الذين تلقوا التعليم في 17 مجالا بشهادة البكالوريوس و272 بالدبلوم. وهنأ عميد الكلية الدكتور ستيفانوس هايل مريم الخريجين والآباء، مشيرا إلى أن إنشاء مركز كفؤ لإدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية في البلاد والمنطقة يلعب دورا فعالا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. وذكر بأن الكلية تعمل بجدية لتطوير قدراتها البشرية، حيث أرسلت في الوقت الحالي 7 مدرسين من أصل 30 مدرسا إلى مختلف الدول لتلقي التعليم بشهادة الدكتوراه. من جهتها قالت وزيرة السياحة السيدة أسكالو مانقريوس إن التعليم أساس كافة التطورات ويكون أكثر فعالية مع إضافة الوعي، حيث تقدم الحكومة الإريترية التعليم للجميع حتى مستوى الكليات، انطلاقا من مبدأ إرساء العدالة الاجتماعية. وأكد ممثل الخريجين جاهزيتهم على مساهمات فاعلة لإنجاح برامج إعمار البلاد، وخاصة حملة التنمية الوطنية الشاملة، مستفيدين من المعرفة المكتسبة. وقد خرجت كلية إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية هذا العام للمرة 12 منذ تأسيسها، وذلك في مجالات إدارة المحاسبة وإدارة الأعمال وعلم الاقتصاد والإدارة المالية وإدارة البنوك والسياحة والفندقة واللغة الإنجليزية واللغات الإريترية والفن والجغرافيا والتاريخ والصحافة ووسائل الإعلام والقانون والعلوم السياسية والعلاقات الخارجية، بالإضافة إلى علم العلوم الاجتماعية وعلوم الآداب. الجدير بالذكر أن كلية إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية خرجت خلال السنوات ال10 الماضية أكثر من 8000 طالب بدرجات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادة. أفادت مؤسسة الغلال والمواشي عن سريان برامج تبدأ من القرى لتعزيز البرنامج الصادر من أجل مضاعفة الإنتاج الزراعي وتأمينه واستقرار الأسعار بتهيئة بيئة مناسبة عبر تلاقي المنتجين والمستهلكين وجها لوجه. وتضيف المؤسسة بأن ذلك يهدف للحد من مضاربات الأسعار السائدة والمستفحلة وجني المنتجين نتاج جهدهم واستفادة المستهلك من الأسعار المناسبة. وقدم المدير التنفيذي للمؤسسة الرائد كبرأب توضيحا مفصلا فيما يخص هذا الشأن، وقال إن تأمين مؤسسات منتجة وخاصة المزارعين ومربي الماشية أمر ضروري وأساسي،
وتقوم الحكومة بتوفير المستلزمات الضرورية بالمجان بهدف مساعدتهم ودعمهم مثل البذور والسماد وأدوية الآفات الزراعية ومتابعة صحة المواشي وخدمات المواصلات. وأشار الرائد كبراب إلى أن المزارعين يمكنهم بيع مواشيهم إلى المؤسسة بإرادتهم وبطريقة مباشرة، وفي حال أرادوا بيعها في الأسواق العامة تقوم الحكومة بتوفير خدمات مواصلات مجانية تخفيفا عن متاعبهم. وذكر أنه من يتعامل خارج هذا الإطار ويحاول المضاربة في الأسواق فسوف تتخذ بحقه خطوات قانونية. وذكر الرائد كبراب بأن الخطوات الأساسية المتخذة في المواشي لاستقرار الأسواق سوف تتواصل أيضا في الخضر والفاكهة وكذلك اللحوم ومشتقاتها، حيث تم إنشاء مؤسسات كبيرة للحفظ والإنتاج ولا زالت توجد بعضها قيد الإنشاء. وفي الختام قال المدير التنفيذي لمؤسسة الغلال والمواشي الرائد كبراب أبراهام أنه تجري عمليات اختيار لجنة تتكون من 3 أعضاء ورئيس واحد دائم في كل منطقة على حدة لتنفيذ هذه الأعمال وفق اللوائح والقوانين التي أصدرتها الحكومة، مشيرا إلى أن إنجاح البرنامج يتطلب قيام اللجان وغيرها من المؤسسات الحكومية بأعمال ذات مسؤولية. ذكر مسؤول الخدمات الصحية في مديرية جندع الممرض ماكونن جبر مدهن عن زيادة الجهود الجارية لضمان الإصحاح البيئي وتأكيد صحة المواطنين في إدارات ضواحي مديرية جندع. جاء ذلك في اللقاء الذي أجراه مع سكان منطقة قحتلاي لتقييم الجهود المجتمعية الجارية للإصحاح البيئي. وأشار الممرض ماكونن إلى أن الهدف من البرنامج هو السيطرة على الأمراض المعدية الناجمة عن قلة النظافة، وسوف يستمر البرنامج في الضواحي المتبقية. وأفاد مراسل إيرنا عن تسيير أنشطة مماثلة في منطقة متكل الأبيت. توفي المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في إقليم عنسبة السيد بهتة تدروس في 7 من يوليو الجاري إثر مرض ألم به في عمر بلغ 67 عاما. وعمل السيد بهتة تدروس قبل الاستقلال لفترة 18 عاما بمختلف المهن الزراعية ابتداء من موظف وحتى مستوى مدير، وبعد الاستقلال عمل من العام 1991 وحتى عام 2000 مسؤولا لفرع ثروة الأراضي بالقاش بركة، ومن العام 2000 وحتى 2002 مسؤولا لفرع مكتب الزراعة في الإقليم الجنوبي، ومن العام 2013 وحتى 2017 مديرا عاما لقسم الزراعة والأراضي بالقاش بركة، ومن يناير العام 2018 وحتى يوم وفاته مديرا عاما لقسم الزراعة والأراضي في إدارة إقليم عنسبة. والسيد بهتة تدروس رب أسرة وأب ل5 أبناء، وسيوارى جثمانه الثرى ظهر يوم غد الاثنين في 8 من يوليو في مقبرة تسرات بالعاصمة أسمرة. وعبرت إدارة إقليم عنسبة عن حزنها البالغ بوفاة السيد بهتة تدروس وقدمت تعازيها لأسرته وزملائه في العمل. مشاهدينا الكرام، كانت تلك أخبارنا الداخلية، فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. قتل 14 شخصا على الأقل وجرح العشرات في سقوط قذائف هاون على سوق مزدحمة في شمال أفغانستان بحسب مسؤولين. وسقطت قذائف عدة أطلقتها حركة طالبان على السوق الواقعة في خواجة سبس بوش في ولاية فرياب بحسب المتحدث العسكري الأفغاني حنيف رضائي. وأوضح مدير الصحة العامة في فرياب نعيم مصمم أن المستشفيات المحلية تسلمت جثث 14 شخصا و39 جريحا بينهم 4 أطفال، وتم نقل عدد من المصابين بجروح بالغة جوا إلى مستشفيات في مزار الشريف في ولاية بلخ. يأتي القصف بينما تتواصل المعارك بين طالبان وقوات الأمن الأفغانية، ورغم محادثات بين مسؤولين من طالبان ومفاوضين أمريكيين في الدوحة سعيا إلى إنهاء النزاع. ويلتقي مسؤولو الحركة المتمردة في العاصمة القطرية ممثلي المجتمع الأفغاني في إطار عملية سلام محتملة. في فنزويلا، حيث ألقى الرئيس الفنزويلي خطابا الخميس في كاراكاس أعلن فيه إجراء مناورات عسكرية في 24 من يوليو لاختبار الخطط الدفاعية لبلاده التي تواجه حسب قوله هجمات متكررة من الولايات المتحدة.
وهذه المناورات التي لم يحدد مادورو نطاقها أو الجهات التي ستكون معنية بها يفترض أن تختبر خطط الدفاع الوطني. وقال ذلك خلال خطاب ألقاه في كاراكاس عقب العرض العسكري التقليدي في 5 يوليو يوم إعلان الاستقلال الوطني. وخلال مداخلاته التلفزيونية اتهم مادورو الولايات المتحدة بتعريض فنزويلا لهجمات، وذلك بشكل أساسي عبر العقوبات العديدة التي فرضتها واشنطن للضغط عليه وإزاحته من السلطة بنهاية المطاف. في اليونان، حيث أغلقت السلطات اليونانية موقع الأكروبوليس وسط أثينا الذي يعد من المعالم الأثرية الأكثر استقطابا للسياح في العالم. وذكرت وزارة الثقافة اليونانية أن إغلاق الموقع جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي قاربت 44 درجة مئوية. وجاء في بيان وزارة الثقافة أن الموقع سوف يتم إغلاقه لمدة يومين، مع الإشارة إلى أن هذا التدبير ربما يعتمد مجددا حال كانت درجات الحرارة مماثلة. وهذه ليست المرة الأولى التي يغلق فيها الموقع بسبب شدة الحر، ويخشى القائمون على الأكروبوليس من إصابة السياح بوعكات صحية أو ضربات شمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وفي الوقت الذي تشهد فيه اليونان ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة، تم الإعلان عن إخلاء 4 قرى بجزيرة إيفيا شمال شرقي العاصمة أثينا جراء اندلاع حرائق غابات. خبرنا الأخير من أسبانيا، حيث احتشد محب الركض أمام الثيران في الميدان الرئيسي بمدينة بامبلونا الإسبانية ليشهدوا انطلاق فعاليات مهرجان سان فيرمين السنوي بالمدينة الواقعة في شمال البلاد. وارتدى الحضور قمصانا وسراويل بيضاء ولوحوا بمناديل حمراء بينما كانوا يرقصون ابتهاجا بهذه الفعاليات السنوية. ويشارك ما يربو على 1,000,000 شخص في هذا المهرجان كل عام، مما يمنح دفعة كبرى للاقتصاد المحلي. ورغم تنظيم عدة فعاليات للركض أمام الثيران في إسبانيا، فإن مهرجان سان فيرمين يثير الجدل حول معاملة الحيوانات. إلى هنا أعزائي المشاهدين قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية. تحية لكم وإلى اللقاء.